عليك كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اكيد وبمناسبة كل مصراوي جميل، كل اهلاوي جميل، كل كل زملكاوي زملكاوي جميل. جميل كل سنه وانتم طيبين. بس كل زملكاوي هو حزين. ليه؟ احنا كده كده معروف ان احنا في عمر ما اعياد بسطتنا. واحنا دايما الزمالك من حتى هو في احسن حالاته بينكد علينا في اعياد وبينكد علينا في رمضان يا سيبك مننا يعني. الاهلي جالب الفرح، والاهلي جالب نقول حاجه جميله جدا. حظه ماشي طبعا كالعاده في اي وقت وفي اي بتاع. وطبعا هو توفيق ربنا بلا اي حاجه خالص. خلاص بقى، فانت كده كده ماشيه معاكم وكده كده رمضان داخل بقى. فانت ما يعني يا ريت ان احنا نحتفظ ونحافظ على صيامنا وما نغلطش بقى وخلاص. يا عم احنا غلطنا. وبعدين بقول لك ايه رايك في الزعيم الهلالي؟ ما ترعوه بقى، ترعوه عشان خاطر الكره المصريه يا ابني. بقول لك زعيم الكره الافريقيه. طبعا بهدلوه بقى. هو جاي تحت درسكم، افشخوه. هيتداس عليه مش مهم والله. هاتوا بقى اللي انتوا عايزين، هو اللي جابه. فرقه تعبانه موت. بس انتوا درسكوا حطيتوا نفسكوا تحت درس الاهلي، تستاهلوا. خدوا محدش بيعمل كده بقى ال 50,000 يعني. خلي عندكم مشجع يوم 1/4 هيبهدلوكوا. اتفرجوا بقى. كفايه بقى. مبروك يا عم عليكم افريقيا، يسقفوا لهم. ومبروك عليكم الدوري. بقول لك ايه، شايف بص الكلام انت بتقوله ده، الكلام انت بتقوله ده هيودينا في ده. احنا مش هنكسب اليوم ده. مبروك عليكم كل عشان الاشكال اللي زي دي السنه دي. مش هنكسب 2023 سنه الاهلي يا ابني. طب هتروحوا كاس العالم للانديه امتى طيب؟ مش هنروح خلاص. مبروك عليكم. وبص بقى يعني انت بقى خلاص حلال عليك المعلش. انا المعلش. حلال عليك. انا اقولها لك يعني. طبعا. عارف انا مش هقول لك ليه؟ عشان انت في رمضان اقسم بالله في